حلقة اليوم في سلسلة أغرب كائنات الكوكب. ما كاش اللي يزيد يهضر لي على المنتخب الوطني الجزائري. احنا غادي ندوكم في الموند. كالما غير فهمنا عاد شويه، قول لنا كيفاش غديروا ليها، عاد غنسكتوا لك الحجره. ما تديش على السي بولفدور، راه عقله صغير. المنتخب الهولندي بالارماده اللاعبين فان دايك، ديونغ، ماتسن. كي جاتك هذا البنادم هذا؟ وكي غيجيني جاني مسكين فرحان بالحاضر اللي هو الماضي ديالنا، ربحوا هولندا سخنت لهم الفرفره. تجيني من الاخر قول لي شنو باغي تقول. اللي خاصك تعرف اولدي راه اي انجاز درتو كتلقاونا فايتينكم ليه بسنوات ضوئيه. هولندا ضربناها في 99 وكانت ثالث العالم. يلا ونوض تكمش. شنو بنت لك انا هبيل ولا بودينات ولا ايوا واش غنسميو هادي؟ ربحتي هولندا في ماتش ودي، طمعتي بكاس العالم، طبيعة الحال هبيل. سير الله يعطيك على قد نيتك. اما بالنسبه للاخوان اللي ما ضحكوش هاد النهار يشوفوا هاد الغياط يفوج عليهم شويه. كان عندكم زهر في قطر، رحتوا نصف النهائي لأنه المنتخب الجزائري هو الذي لم يكن حاضرا في مونديال قطر. راه قال لي ما ولدش فنجة اللي في راس الدرب. المهم الاخوان سمحوا لي على الغياب الطويل، كانت شي امور قاديناها حنا جينا لا تقولوا ما جينا. هاد الكاسيطه راه سمعناها شحال من خطره. لا دابا بالمعقول، والله الا معاكم بالمعقول. غير هي هاد الحلقه هادي فيها واحد نوع ديال المهابين غيخليك تشك واش هادو كيفكروا قبل ما يهضروا ولا تا كيهضروا عاد كيفكروا من بعد. ايا دمتم ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يعطيكم الصحه. ديديكاس زروديه نبداو على بركه الله وخليو الضحك حداكم حيت غنحتاجوه. تفضلوا يا ولدي. عاجل ورسميا الجزائر تدخل نادي التكنولوجيا الدقيقة وصناعة الرقائق الإلكترونية. وباش نكونوا في الصورة، هذا ماشي خبر عادي، هذا حدث تاريخي وبداية عصر جديد للبلاد. الور اروح نعطيكم كل شيء، واش معناتها هذا المشروع وعلاش داير ضجه، في واش يفيد المواطن والاقتصاد الجزائري بالطريقه اللي تفهموها كاع. صح شكون اللي دار هذا المشروع؟ المشروع هذا عباره عن شراكه ذكيه بين زوج اقطاب في الجزائر، العقول والهندسه CDTA، مركز تنميه التكنولوجيات المتطوره. هذوما العلماء والباحثين اللي خدموا عليه كثيرا باش يديروا تصميم وهندسه ديزاين تاع هذه الرقاقه بايادي جزائريه 100%. تاش هادشي سي مونتاج، واش هادشي كان في راسك ولا جا على غفله؟ ولا جا على غفله. نعطيو البصمه الحقيقه في دقيقه. واش في راسك اخي المبردع؟ هاد الصناعه كتعتبر امن قومي لبعض الدول، تقدر تنوض عليها الكير كاع ولا ما في راسكش؟ انا ما فهمت والو هكا صرفه. ايوا اجي نعطيك المفيد وخليك من هاد الغياب. كاينين 5 دول في العالم اللي مستحوذين على هاد الصناعه. كاينه تايوان اولهم، تابعها كوريا الجنوبيه، عاد الصين والولايات المتحده الامريكيه، واخرهم اليابان. وتجي انت شبعان طوابير، ما عندكش الكتيفات داتي في البقوليات، تخرج فيا عينيك. العصر هاك واحد الصدمه على الساريه. هاك 3 دول في العالم موسخه زيمبابوي، بنغلاديش، الجزائر. ويني هادشي باني مسمار. لا ماشي حتى لهاد الدرجه. بشويه وبالمهل تيفهم بصبع بشويه عليه باللي مدوزين عليه اكبر دكاكه في التاريخ. وملي نقول دكاكه كان عليه الفقر والجوع واللي دوا ياكل دواء. شوف معايا، شوف الدوله الوحيده في العالم اللي دايره جهاز مسميه جهاز راعي الغنم، وبصراحه دايرين مجهودات جباره. واخا الجوع والطوابير اللي كتشوفوا قدروا يحافظوا على القطيع تحت السيطره. كلامك على صواب السي محمد. وتجي تقول لي صناعه التكنولوجيا الحديثه وانت كلك ازمات. ها واحد الازمه جديده ثم اصلا مفضين ولا ما لقيتوش حل هادي. انا لله وانا راجعون. شوفوا معي الاخوان، شوف يعني بعد ازمه العجلات وبعد ازمه بياس ديطاشي تاع السيارات وبعد ازمه يعني الغلاء الفاحش للسيارات، كاين ازمه جديده في البلاد. انا نظن بانه هذه الازمه راح تقلب كل الامور وراح يخلق مشاكل نفسيه كبيره عند الشعب الجزائري. راهي كاين ازمه اللي هي ازمه السجائر. مهمتي كحلوه بالنادرات الماحقات
والبنود النامعات شاهقات. وهذه ازمه 5 شحال هذه كنا كنديروها الاخوان دويره في سبيطار المهابيل، نقلبوا على شي مهبول ولا جوج ندوزو به الحلقه. دابا وليتي يدخل وتقدم الجمله. وجابوا لي دجاجه حمراء وقالوا تاكلها تبرا، كليتها وقطعت الهضره، حاصلت لي بالكتومه وهبلوكات لي ليستوما، جات تجري لي الحومه. ايوا الاخوان كيف شفتوا بالعنوان كاع ديك المحاولات اللي داروا ولاد حي بوسعاده، زيد عليهم حتى الحاقدين من بعض الدول العربيه باش يطيحوا من السمعه ديال المملكه المغربيه ومن اسود الاطلس، ضربت لهم في الزيرو. بمجرد ما وصل المنتخب المغربي الولايات المتحده الامريكيه بداو الفيديوهات كيتهاطلوا بحال الشا، وبطبيعه الحال هادشي ما غيعجبش شي وحدين. شوف معايا بصبع وخضر عويناتك. O baile do Marrocos surgiu na época que os bailes do Rio de Janeiro estavam todos ganhando nome de países. Aí eu pensei, pô, o nosso também aqui na Vila Kennedy tem que ter um nome de algum. عودوا إلى الجزائر لا نريد شيئا. بس كدير عارضين عليك مسيرت لك عودة عرقانة دقاع ديرتها. دول امريكا اللاتينيه كلها لبست التونين مغربي، رام وايف ميريكان صبغوا بالرايه المغربيه. اسود الاطلس نزلوا من الطياره فوق السجاد الاحمر بحال نجوم العالم. استقبال اسطوري وعالمي من الشعب الامريكي لبعثه المنتخب المغربي، للاسود للابطال اللي رايحين امريكا علشان يشاركوا في المونديال. استقبال عالمي بكل معاني الكلمات، بسم الله ما شاء الله. اما تعالي بالصحراء مازال ما سمعت عليهم حتى اخبار، اللي عرف السبب يخلي ليا بتعليق. السبب والله ما عرفنا السبب والله. خاوتنا على بالكم باللي انا عندي استوديو سكارت بارود اي خدامه اش 24 لي رابر روحوا متنا وتغنيو كامل وتربيو كامل وتنساوش برك كثروا العلامات. البيف هذا جاب العجب، الاستوديو وليت نحس فيه كازارنا خاوتي. المراركه ولا تدخل لكم الشبيبه مقرمه. اللي قلنا بصبع ما شبعان شاف كرشو، كتلقى مولا بواه فايق مع 6 الصباح كيدير الطابور، هو خارج في التيك توك عا كيتصنع، اما الواقع حاجه اخرى. شوفوا معايا واحد الفيديو، هو بيدو لقيتو محاه، ولكن عندي انا ما كاينش حاجه سميتها سيبريمي. شوف خوتي كاين دي زالجيريا عندهم متلازمه جلد الذات، ما عجبهمش كي قلت لهم مامسي حنا عندنا فساد وعندنا مسؤولين فاسدين وعندنا دواسه تاع السرقه وملايير اموال منهوبه ومنا بيقعدت في الشان الداخلي تاع حنا في حنا زيتنا في دقيقنا. حبيت ولا كرهت كل مرحيين، من في السرقه مرحيين، براني ما يدخلش. وما عجبهمش الحال كي قلت لهم العصابه الفاسده عندنا، سيدي يقول لك استفز نفسك بنفسك. ها عندنا قضيه سلال يحاول رفع عاتقه، هاي قضيه هذه بلا ما يسربها إبستين، ها احنا مسربينها علنا. ياك ما نخدم لك موسيقى حزينه، ها احنا مسربينها علنا. ما تديوش عليها الاخوان، راه جاتو لحظه ادراك ندوزوها ليه. ستيفن خويا فريمون ديزولي علاه ما هربتش، ياك عندك لي مولي وما علقتيش من بلا جلبت، اخر ايامك غتولي بحالك وابقى حاضيني انا. المراكم الساكن هادوك يبوسوا اليدين، بو عليا مساكن هادوك ميتين بالشر على الشعبه. ام الملك هو باعهم، باع البلاد وباع اللي فيه. مالك يا ما تسلميش عليا، ماليش كونطراني وياك ماما، يا كلام الحراس جاني ويا انا بغاها والله ولاد بويا ديروا دوره وربوني نزيد. والله العظيم وخذوها من عندي 100%، والله بقيتو حاضينا حتى غتوليو كاملين مهابيل. الجزائر كاع تولي سبيطار تاع مهابيل كاع. ودابا ديروا السماطي ديالكم نمشيو نديروا دويره في واحد السبيطار عامر مهابيل ونجيو بحالنا، والاخوه اللي كيتسناو في الحاجه راه معنا في هذه الحلقه.
أشعونا وقالوا لنا أن الجزائر لم تظهر إلا عام 1962، ولولا فرنسا لما ظهرت الجزائر ولما كانت موطنا وبلدا وإلى آخره. المهم هذوك الناس إلى ما كبروش على المعرفة وما كبروش على الثقافة وعلموهم الجهل، حنايا العكس، حنايا تعلمنا بزاف صوالح، حنا نعلموا الناس لبلادنا ونعلموهم لبلاداتهم. واسم فيها تمشي عند واحد كامل حابس في الباك ما عندهاش كامل شهادة البكالوريا ويعلمك تاريخ بلادك يا أخي، ويعلمك تاريخ أمريكا اللاتينية. أنا عجبتني هذيك أمريكا اللاتينية اللي قالت في الآخر، وجاتني بحال ضربة طويل في دول الخليج عاد جات الحظيرة. سير الناس خشير. ولكن عاد سمحي لينا وصافي، أنا كيبان لي حنا اللي تزادينا في 62. واش كتضحك عليا؟ واللي زاد أكد لي هاد الهضرة هو هذا الخبير الدولي. ها عودة مجددا مشاهدينا الكرام وإلى فقرة ضيف الغرفة. نلقي اليوم في هذه الفقرة الضوء على تاريخ الجزائر من منظور عربي، مع التركيز على أبعاد التعاون الثقافي والتاريخي. لطرد نقاش أسعد باستضافة ضيف قناة البلاد. أهلا بك سيدي. السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وانا اشوفه مكتوب يا ميمتي في قصري اللي جاي في قصري. كيف هي انطباعاتك الأولية عن الجزائر والثقافة الجزائرية وحتى الثورة الجزائرية المجيدة؟ واحد شرا 50 شكارة تحليب الصالو التالية، قال عمر قال له ديرها لي في الفريقو ذاك نجي نديها. اقسم بالله الى حياتكم كتشافي العدو قبل الصديق. باغي نديرو تاريخ صحة، اما قضيه الثقافه تعلمونا الثقافه ولا ما تعلموناش هذا راه وزير عندكم ومرشح يكون رئيس ديال الحظيره، خاصو يرجع للتحضيري. سمعي نحو مرحله اكثر عمقا أعمق. صيغة تفضيل على وزن أفعل من الصفة عميق، ترتكز على تشجيع الاستثمارات المتبادله. المتبادلة اسم مفعول وليس المتبادلة اسم الفاعل، بما يسهم في بناء. يسهم وليس يسهم، أصله أسهم عند إسناده إلى ضمير الغائب هو نقول يسهم. أفعل يفعل. المهم راه الفيديو طويل الإخوان، الخطاب كامل داير فيه أخطاء بالجملة. هذا راه وزير ومرشح يكون رئيس، إلا بانت المعنى لا فائدة في التكرار. سير المونتاج. قولوا لي المراركة عندكم هكا والله لقطة ما تصاش بزاف غير في الجزائر. عاود تجي في الجزائر حنا دوكا في الشتاء كاين ايكيب راهي في الربيع وكاين ايكيب عندهم الريح في الخريف يعني، وكاين جماعة في الصحراء تما الصيف. وين الصراحة هادي في الجزائر برك. قولوا لي المراركة عندكم هكا. قالك لقطة ما تصراش بزاف إلا في الحظيرة، راه لقطات بزاف ما كيصراوش إلا في الحظيرة. عمركم شفتوا الإخوان تران اون بان وكيبدلوا لي في الرويض بالكريك؟ والله عليكم ما نكذب. شوفوا معايا. شوف هاو الحاج شوف لنا لومبان برك. شوف عندنا لومبان كريفاتنا خويا، كريفاتنا هنا منا هاي كريفاتنا الروطه لاريير وشي هو ما لقيناش الكريك. راه الحاج طابسي يلاه. هادي فين غتشوفها؟ هادي راه غتشوفها الا في دوله كتصاوب اشباه الموصلات والتكنولوجيات الحديثه. هذا ما كان الاخوان. تمني كبير خو. ودابا ندوزو عند محبوبات الجماهير. السيده الاخوان قامت الشحمه ديال رومانيا ولات كتزرب علينا في الوصفات لدرجه ولادها هربوا وما بقاوش باغيين ياكلوا من عندها. اسمع ولادي راه عندي وليد بنتي قال جا هنا، قلت له قعد تتعشى، قال لي ريجيم تاكل اللحم ريجيم الخضره ريجيم. ابني واش تاكل انت؟ واش تاكل؟ انا كل الروز الروز الورد. ها الروز، ها الروز الابيض ولا الروز مش هذا الروز. او هذا خير. هذا نقلي الوليد شوي ولا نقلي لك شوي، ما تروحش بالعشاء يا حي. كيف تروح بالعشاء؟ اضحك دايرين غير ضحكه وليدي. والله الحاجه ما دايرينك ضحكه. الا راك مفوج علينا لا يخطيك ويطول لنا في عمرك. غير هو اللهم الروز ولا هاد الحاله هادي. ولادي راني نشوي في الطوماطيش والحار، شت هذو بيض الدجاج شادين بعضهم عاضوني.
غاضوني وانا نشوي فيهم النار شعلة اليوم. طفي النار انا خلاص قلبي وجعني. يا خال طفي النار خلاص طفي كلشي. اليوم انا اكتشفت ان الدنجال في قاموس الحاجه هو بيض الدجاج. قولوا لي هذه كانت في راسكم الاخوان، وكون قالت لي بيض نعام بعدا ندوزوها ليها. اخوان حتى لنا سالت الحلقه ديالنا، كان فيديو خفيف ظريف، اعتبروا عوده بعد الانقطاع، ان شاء الله القادم افضل. كان معكم اخوكم محمد، السلام عليكم.